بعد كده طبعا بنستخدم اي غسول للبشره، وزي ما قلت لكم انا بستخدم بقالي فتره اللي هو غسول تيلوفيل. هو فيه تفتيح، مواد تفتيح، فيه نياسيناميد، فيه اسكوربيك اسيد، وفي كمان فيتامين اي، الفا اربوتين، في ميلك بروتين، ديكسابانسينول، على تفتيح البشره. ماشي. حلو قوي. الغسول فايدته ايه؟ ان هو بينظف البشره من الدهون ومن عوامل الجو الخارجيه وكده. في نفس الوقت هو فوم. تسيبي سيبي الغسول بتاع البشره على بشرتك فتره كويسه، دقيقه دقيقتين، عشان تاخدي الفوائد بتاعته. لكن لما بحط كده واغسل واستعجل ويلا بينا، انا كده ما اخدتش من الغسول بتاعي اي حاجه، وارجع اقول انا جربت الغسول ده ما عجبنيش، ما شفتش منه اي نتيجه. فانت هتاخدي نتيجه ازاي وانت اصلا ما استخدمتيش الغسول صح؟ آم، يعني عشان لو محدش يعرف المعلومه دي، فانا حبيت ان انا اقولها لكم، لان انا من الناس اللي كنت الاول برضو بستعجل واغسل بسرعه واقول ايه ده الغسول ده ملوش اي لازمه. لا، بقيت اللي هو اسيبه على بشرتي. حتى لو هاخد شاور ممكن اسيبه على بشرتي واخد الشاور بتاعي وبعد كده اغسله. ماشي. الترطيب، لازم ارطب بشرتي زي ما قلت لكم باي كريم مرطب بتحبيه، ترطيب الشفايف وكده. ندخل بقى ايه على منتجات العنايه بالشعر. لازم يكون عندي شامبو، اي شامبو بتحبيه. انا هرشح لكم المنتجات اللي انا بستخدمها، كل واحد بقى المنتج اللي هو بيحبه. ده الشامبو بتاع الو ايفا بالارجان، مش منقطعه، منتجات ايفا والو ايفا كلها معانا. كنت جايباه من على الويب سايت بتاعهم، كان بحاجه و50 جنيه. حجمه 250 مللي تقريبا، 230 مللي. بيقعد وقت، ريحته حلوه، ما بينشفش الشعر. لو انتي بتعملي، يعني انا كنت بحس ان هو بينشف شعري، بس لما بحط مثلا حمام زيت قبل منه وبدخل اغسل شعري بحس ان هو مش بينشف شعري خالص. حلو قوي. وكده كده الشامبو احنا بناخد منه ايه غير ان هو بينضف فروة الراس كويس ويغسل شعرنا؟ احنا بنغسل بالشامبو على فروة الراس نفسها، مش بندعك بيه الشعر. وبعدين بنرخيه كويس على الفروة ونسيبه شوية، ولما بنيجي نشطفه هو بينزل على الشعر وبينضفه. اساسي دي معانا. اي فرشه من الفرش دي حلوه قوي. كان عندي اللي هي القديمه دي، اول واحده جبتها. دول فرش سيليكون. الفرشه دي كنت جايباها بحاجه و20 جنيه. خفيفه وحلوه. بصوا كنت دايما اعمل بيها مساج للشعر. من فوائد المساج ان هو بيخلي شعرك تقيل، بيطلع لك شعر، بيجري الدوره الدمويه في الشعر. حلوه قوي لما بتيجي تغسلي شعرك بالشامبو. دي كنت بستخدمها زمان بس هي ضعيفه شويه، لكن دي حلوه. دي بقى حلوة قوي. دي كنت جايباها تقريبا ب40 جنيه، 35 جنيه حاجة كده. برضو بعمل بيها فروة راسي، وانا ايه حاطة الشامبو. بحس ان هي بتنضف فروة الراس. بعد كده بنشطف الشامبو وبنستخدم بلسم، اي بلسم. يفضل طبعا ان انت تجيبي البلسم بتاع المجموعة اللي انت بتستخدميها لشعرك. البلسم ده ناس كتير كانت بتتكلم عنه، فانا بقيت الف عليه، ما لقيتوش على الويب سايت، ولقيته في صيدلية كان عامل حاجة و50 جنيه، بقاله من تقريبا من الشتاء اللي فات. كان عندي المنتجات دي من الشتاء اللي فات. فحلوة قوي، بيرطب الشعراية. برضو انا كنت من الناس اللي احط البلسم ما كملش اصلا دقيقتين 3 واشطفه. لا، بقيت اسيب البلسم على شعري حبة حلوين، 3 دقايق 5 دقايق، او احطه واطلع مثلا اعمل اي حاجة في البيت وكده، وابقى ارجع اشطف شعري. وطبعا اي حمام كريم. انا بستخدم فاتيكا بقالي فترة، يعني بنوع كده في منتجات فاتيكا، بس ان شاء الله لما اجرب حاجات تانية هشاركها معاكم. ده حمام الكريم بتاع فاتيكا بالجرجير لتغذية جذور الشعر لشعر قوي ولامع. انا قلت اجرب اللي هو بالجرجير ده. فيه جرجير ونخاع وفيتامين ه. ماشي. فانا جبته عشان يغذي الشعر كده او يحميه من التساقط. هو بيرطب وبينعم برضو. الحمام الكريم تستخدميه على شعرك وهو نظيف كده بعد ما غسلت شعرك. ممكن تستخدميه بدل البلسم، وممكن تستخدمي البلسم وبعدين حمام الكريم زي ما انا عملت مثلا النهارده، عشان احس ان شعري مترطب زياده، لان الجو مخلي شعري بجد الفتره دي مش احسن حاجه. اول مره تحصل لي الصيف ده ان شعري ما يبقاش احسن حاجه، فيها يشان او كده، مش مترطب كويس، بيقع كتير جدا.
فبعاني مع شعري الفترة دي، فقررت ان انا هحط البلسم واسيبه وقت كده يتغلغل في شعري كده ويرطبه. وبعد البلسم ما غسلته وكده حطيت حمام الكريم برضو، سبت وقت كده في الشعر وبعدين غسلت. دي بقى منتجات العناية بالشعر. كمان اقول لكم بستخدم ده، استخدمت حاجات كتير. ده المينك ده كريم اللي هو ليف ان، بيتساب على الشعر عادي، دهان للشعر ترطيب، بالثوم والروزماري، بالثوم والروزماري وزيت الخروع. بيساعد على حماية الشعر من التساقط. انا جبته عشان تساقط الشعر، فحلو بجد. انا كنت بجيب انواع كتير من اللي هو المينك ده، وجربت كذا حاجة لشعري، يعني مش ثابتة على حاجة معينة. هو حلو، قوامه خفيف بزيت المينك ومكتوب عليه بالبلسم. كريم شعر بالبلسم، هو بيطري الشعر، وهو اصلا انا كنت جايباه قريب، كان ب23 جنيه ونص يعني، من اي محل كده. حلو، بيرطب الشعر. طبعا لازم نرطب شعرنا يوميا. لفي شعرك طاقية او كحكة لقدام، وطبعا في فيديوهات كتير بتتكلم عن الموضوع ده. الطاقية بقى مش هتحتاجي سشوار ولا بيبي ليس ولا اي حاجة، هتلاقي شعرك مفرود وحلو قوي. ماشي. بعد كده قلنا ايه؟ عندي زبدة شيا، اوقات بخلطها مع المرطب عشان تطري شعري بزيادة. هي ريحتها مش ألطف حاجة، هي عندي من السنة اللي فاتت، بس هي حلوة قوي، بترطب حلوة قوي. ممكن كمان تستخدميها لبشرتك. ماشي. أساسي جدا كل فترة، كل أسبوع مثلا مرة أو مرتين في الأسبوع نستخدم حمام زيت لشعرنا. أي زيت. كان عندي زيت جوز الهند بس خلص. زيت جوز الهند ده بجيبه من أي عطار، برطمان كده بملاه يعني بالجرامات تقريبا، يعني هو بيوزن لي البرطمان بيعمل كام، بس طبعا بيبقى زيت أصلي حلو يعني، اللي هو بيتجمد في الشتاء وبيفك كده في الصيف، بيبقى لونه مايل للصفار شوية. زيت دابر أملة. زيت فاتيكا من الحاجات برضو الحلوة قوي، بتساعد على تغذية الشعر. حمام زيت تعملي أوقات كده للفروة وكمان للشعر، بيطري الشعر جدا. ودي الحاجات اللي هي المنتجات بتاعة الشعر. يبقى اتكلمنا عن منتجات البشرة ومنتجات الشعر، وأنا برشح لكم منتجات اللي أنا بستخدمها، بس بقولك استخدمي الحاجة اللي تحبيها. في نفس الوقت كمان لازم يبقى عندك سيرم للشعر. فانا كنت جايبه السيرم ده من الصيدليه، اسمه ديفي، كان عامل ساعتها 130 جنيه. آه هو حلو برضو، بيرطب الشعر. اساسي جدا عشان تحافظي برضو على ترطيب شعرك وبشرتك وجسمك، تشربي ميه كتير. خلي دايما الازازه جنبك. بصوا حطها لها ميه ورد. ميه الورد دي قد ايه عظيمه وطعمها. ميه الورد بجد عظيمه قوي مع الميه. بترطب كمان الجسم، وبتحسي ان هي بتنعكس على بشرتك. اساسي جدا الميه. حطي معاها بقى ليمون، حطي معاها شرايح فاكهه، اي حاجه عشان تحبي الميه وتشربيها. ميه ما تكونش ساقعه قوي عشان برضو زورنا ما يلتهبش. ايوه انا عارفه ان احنا في الحر وعايزين حاجات ساقعه. اشربي مثلا ايس كوفي، اشربي عصير ليمون، اشربي عصاير مفيده من البيت، هتغذي جسمك وفي نفس الوقت هترطب جسمك وبشرتك وكل حاجة. نيجي بقى عند الاهتمام بالجسم أو الروتين بتاع الجسم. طبعا لازم يكون عندي شاور جل، ده أساسي. أي شاور جل. أنا كنت بستخدم مود، خلصت منه عبوتين قبل كده، وده بتاع فريدة، أو أنا كنت بقول فريدة وكلنا بنقول الشاور بتاع فريدة أو أيا كان المعطر والحاجات دي. الشاور ده تحفة. سمعت كذا بنت يوتيوبر او على او على الانستجرام بيتكلموا عنه، اللي هو البيربل ده اللي لونه موف. بصوا ريحته بقى برفان، مش قادرة اقول لكم، ما بينشفش الجسم ابدا. مش هقولك ريحته بتثبت في الجسم، مفيش شاور جل ريحته بتثبت في الجسم، بس هو بيدي نظافة كده وانتعاش على الليفة بقى بتاعتك، او تحطيه كده على جسمك وتغسلي جسمك، يا رهيب بجد. العبوة دي 250 مللي، كنت جايباه من الصيدلية ب50 جنيه، والكبير تقريبا لتر، كان عامل في حدود 80 جنيه. انا قلت ان انا هاخده اجربه. هو فيه جوز هند، وفيه زيت، هو غني بزيت الارجان وزيت جوز الهند، وفيه مرطبات فما بينشفش البشرة. حلوة قوي، ريحته حلوة جدا، وفي كمان جليسرين. تمام. فده من الحاجات اللي بقت من مفضلاتي جدا الفترة دي، انا كمان استخدمته.
فقرب يخلص من الحاجات الحلوة. فيا ريت أنا بتمنى إن هما يعملوا منه لوشن وكمان بودي ميست، هيبقى ريحة كده تحفة وهتبقى بقى ثابتة على الجسم لأن ريحته عجبتني قوي. وبعدين أنا بحب أي حاجة لونها موف، يعني زي منتجات تيلوفيل دي حبيت لونها قوي الموف، وده طبعا لونه موف، بحب اللون ده قوي. المهم نيجي بقى للخطوات التانية. ضروري جدا وأساسي يكون عندي أي بودي لوشن بعد خطوة الشاور. حتى لو الشاور بتاعك ما بينشفش البشرة لازم ترطبي بشرتك. ده اسمه الترا فير، كنت جايباه من فتح الله، كان عامل 35 جنيه. بصوا هو قوامه تقيل بس بيرطب حلو قوي، قعد معايا من الشتاء. هو خلصان يعني مبقاش فيه الا حاجات بسيطة جدا بيفنش يعني. بس كنت بستخدم تيلوفيل وكنت بركنه لان هو تقيل زي ما قلت لكم عايز الشتاء. بس انا جيت في الصيف خففته، كان عندي زيت جونسون هو مقطع، الزيت بتاع جونسون مقاطعة بس كان عندي منه شوية، وحطيت عليه زيت جونسون وجليسرين ورجيته كده فخففته شوية وبقيت استخدمه، فهو بيرطب حلو قوي. في تفتيح كمان اصلا بيفتح الجسم، وبنسينول، وفي عرقسوس، وفي زيت خروع، مية، سيتريك اسيد. بصوا في حاجات حلوة قوي بجد، وبيريموف دارك اريا، يعني بيشيل الاماكن الغامقة من الجسم. فبصراحة من الحاجات اللي انا فضلتها قوي وحبيتها وهجيبه تاني وان شاء الله لما الاقيه، ولو رحت فتح الله هجيب منه خصوصا في الشتاء، حلو قوي. طبعا كنت بستخدم برضو لوشن تيلوفيل بس يعتبر خلاص برضو خلص، بس مرضتش اطلعه معاكم وطلعته في فيديوهات كتير. هتكلم برضو معاكم في فيديو قريب عن المنتجات اللي انا خلصتها ورأيي فيها وايه اللي هتجيبه تاني وايه اللي حبيته وايه اللي ما حبيتوش. بتعب من الكلام، اساسي جدا طبعا طبعا. آه كل يعني مرة او مرتين كده في الاسبوع تعملي اسكراب لجسمك، يا تعملي بقى قهوة وسكر وزيت وشاور كده من البيت، يا اما تجيبي اي سكراب. والسكراب ده بتاعي برضو من الشتاء اللي فات حلوة قوي، اللي هو ايفا بي وايت. منتجات ايفا حلوة قوي، خفيف بالمشمش والعرقسوس. حبيبات المشمش والعرقسوس حبيباته ناعمة مش خشنة، نستخدمه على الجسم كله حلو، كمان بيعمل تفتيح كمان للجسم. فمن الحاجات الحلوة قوي. بس اتبهدل بقى كنت حاطاه في الحمام، بس هو لسه فيه بيقعد معاكي وقت طويل. وطبعا اوقات بستخدمه واوقات بستخدم القهوة وكده. القهوة من الحاجات اللي انا بحبها قوي، بصوا في يومي بحب اشربها، احب اعمل منها ماسكات، احب اعمل منها سكراب. بصوا لما اتكلمنا عن السكراب، نعمل سكراب مرة أو مرتين في الأسبوع ونستخدم وسيلة إزالة الشعر. ما تسيبيش شعر على جسمك خالص بالذات في الحر اللي احنا فيه. أسهل وسيلة عندنا كلنا وهي الشيفنج. بس حطي خلي جسمك مترطب أو عليه أي حاجة وانتي بتشيلي بيها، واعملي في اتجاه نمو الشعر وعكس الاتجاه، ومتروحيش وتيجي كتير عشان بشرتك ما تلتهبش. ويفضل بعد ما تستخدمي الشيفنج تستخدمي كريم يكون مفهوش روايح او حاجة بسيطة. ممكن تستخدمي كمان زيت جوز الهند او زيت زيتون، اي زيت ترطبي. فدي من الحاجات اللي انا معتمداها الفترة دي خصوصا في الصيف. عمري ما كنت بستخدمها للبيكيني ولا الاندر ارم، بس السنة دي بقيت استخدمها. حلوة قوي، ما بتطلعش الشعر كتير، ما بتطلعوش تخين، لا عادي اعملي بيها مثلا مرتين في الاسبوع او كل 3 ايام او مرة في الاسبوع زي ما تحبي. بس طبعا ضروري نشيل الشعر من خصوصا من المناطق الحساسة لان هي بتعمل روايح مزعجة، واحنا في الحر عايزين دايما نبقى نضاف وريحتنا حلوة. آه فدي من الحاجات اللي انا بحبها قوي. دي بتاعت افوفا، بتيجي عبوة كده باكت فيها 5 وحدات من دي، 5 شفرات. كانت ايام ما كنت جايباها كانت ب35، وصلت دلوقتي ل55 او 60 جنيه، بس بتقعد معاكي وقت. وطبعا بنعقمها بالكحول. فمن الحاجات اللي انا بعتمدها لجسمي بجد الفترة دي، وخصوصا للبيكيني والاندر ارم زي ما قلت لكم. كمان نستخدم للمناطق الحساسة الزنك اوليف، ده من الحاجات الحلوة قوي اهو. بتاع البيبي ده اللي هو فيه زنك اوكسيد او اكسيد الزنك مع زيت زيتون وزيت خروع. بصوا هو طبعا بيستخدم للاطفال لمنطقة الحفاض، فاحنا هنستخدمه للمناطق الحساسة. تحطيه تحت الابط او الاندر ارم، بيمنع كمان ريحة العرق وفي نفس الوقت بيرطب المنطقة. وبيسيبها حلوة كده وبيفتحها مع الوقت، اهم حاجة الترطيب.
وبستخدمه كمان للمناطق الحساسة، عظيم قوي، بيرطب كده، تحسي ان المنطقة بتتنفس، حلوة قوي، خصوصا لو استخدمتي شيفنج ترطبي على طول بيه. اساسي برضو معانا طبعا اي بودي ميست بتحبيه حطي كده على جسمك. وعشان البودي ميست يثبت معاكي حطي له بقى شويه كده من زيت جونسون، تريك حلوه قوي، شفت يوتيوبر كانت عاملاها فجربتها بقيت ارجه واستخدمه بجد حلو. نحط بقى شويه، احنا واخدين الشاور بتاعنا ونضاف وكل حاجه، ريحته منعشه قوي. كنت جايباه بحاجه و80 جنيه، وفي ماء مكتر وكحول وزيوت عطريه وجليتر وزيت مرطب، فهو حلو قوي، اسمه تاتش مي كنوز الشام، حلو قوي، بقاله فتره اصلا عندي تقريبا برضو من الشتاء اللي فات. المهم اساسي جدا ده، بصوا لو استغنيت عن كل الحاجات دي وخدت شاور بميه بس، استخدمي الديودرنت قبل الديودرنت او مزيل العرق قبل ما تطلعي بره او انت قاعده في البيت، هيحميكي من العرق. وده من الحاجات اللي حبيتها قوي بتاع بادي ليشز، كان في ناس بتتكلم عنه، جبته من الصيدليه ب60 جنيه. الريحه دي اسمها مش عارفه فايولوت باتشولي، حلوه قوي، كان فيه، هو بيفتح على فكره، ما فيهوش برابين، ما فيهوش كحول، وما فيهوش كمان ألمون، تمام، ريحته حلوه قوي. الريحه دي اكتر ريحه عجبتني، كان فيه اللي هو وايت مسك اللي هو بالمسك الابيض، بس انا حبيت دي، بتثبت بجد يا بنات 48 ساعه حرفيا، والله العظيم 48 ساعه. ساعات باخد شاور، مثلا شاور بميه بس، واطلع وكده واحس ان لسه ريحتي حاطه مزيل عرق، وابقى نايمه وصاحيه وهو لسه ريحته فيا، فثابت جدا وحلوه قوي، من الحاجات اللي انا برشحها لكم. وطبعا كل فتره كده زي ما قلت لكم تستخدمي اي صابون مغربي والليفه المغربيه بتاعتك، اي ليفه مغربيه واي صابون مغربي عشان بشرتنا تبقى حلوه ونبقى نضاف. بجد الحمام المغربي ده بيفرق في شكل جسمك قوي بجد، تفتيح ونعومه وتنظيف كده للبشره من الاعراض. واي مخمريه طبعا بنحطها في مناطق النبض ورا الودان، منطقه اللي هي عند الحلق دي ننضفها كويس برضو، ونحط هنا عند اماكن النبض كلها في المنطقه دي هنا، اي مكان المخمريه دي اساسي معانا. ودي كان سعرها 15 جنيه، اسمها رنة خلخال، ريحتها تحفه قوي. في كمان كريم للعرق اللي هو اسمه العود الملكي. العود الملكي يا بنات من الحاجات الحلوه قوي ورخيصه، هو منتج كان من منتجات ماي واي، حلوه قوي برضو، بيحافظ على ريحتك، ما بتعرقيش، ريحته حلوه قوي، بيحمي من العرق بجد، واستخدمته وانا طالعه مشاوير طويله وبجد حلوه قوي. اساسي جدا زي ما قلت لكم، اساسي استخدمي اي شاور جل مرطب للجسم، وكمان الديودرنت مش لازم تستخدمي كل المنتجات دي، اللي تقدري تجيبيه جيبيه. يا ريت نحاول نستغنى عن الميك اب او نحط حاجات بسيطه، بلاش فاونديشن يا بنات، بلاش بودر، الحاجات اللي هي زي دي، كونسيلر ممكن لو انت بتحبي الكونسيلر ممكن على الاقل خفيف على البشره، اخف من الفاونديشن بكتير. انا بستخدم الكريمات اللي انا وريتها لكم عادي، كريم للعين، كريم تفتيح، والتنت، اي تنت ممكن اشتري برضو اي تنت، واي روج، الارواج دي حلوه اللي هو ميه سينما ده بيبقى ثابت، وكمان اي مسكره، دي مسكره ان حلوه قوي، الفرشه بتاعتها، المسكره دي اهي لاش دبلنج، بتخلي الرموش حلوه قوي، بتاعت ان. وده اللي هو بتاع ميه سينما، كنت جايبه منه لونين، حلوه قوي، من الحاجات الثابته برضو على الشفايف وكده، اللي هو المط ده. بس وهي دي كل الحاجات وكل المنتجات وبس كده، واحنا خلصنا الفيديو بتاعنا. حبيت اشارك معاكم الحاجات اللي انا بعملها ومنتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم وكل حاجة، حبيت اجمع معاكم في الفيديو ده كل حاجة، او منتجات خلصت معايا هشاركها معاكم الفترة الجاية، واقول لكم ايه الحلو وايه الوحش، ايه اللي تجيبوه وايه اللي لا، وايه الحاجات اللي تستاهل فلوسها. اشوف للفيديو كمان تعملوا اشتراك للقناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل في القناة. لو حبيتوا تسألوني عن اي حاجة اكتبوا لي تعليقات، مستنية تعليقاتكم الحلوة وتشجيعكم، وعايزين نوصل ل10,000 مشترك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.